ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. ده فيديو كده بسيط جاي افكركم بالرز بلبن الكريمي، الكرمشه بتاعته الجميله دي اللي بنشوفها في المحلات وبنتجنن عليها. عملته قبل كده في القناه، بس انا قلت افكركم، عملته قريب وقلت افكركم بيه. هنجيب نص كوبايه رز طبعا مغسوله كويس قوي، ونحطها في حله وعليها 3 كوبايات ميه، ونقلبهم على نار هاديه لحد ما يستوي الرز، ما تستعجليش عليه. بعد كده هيكون معايا كيلو لبن، زي ما هو كده، كامل الدسم، ويستحسن يكون جاموسي بقشرته زي ما هو كده. ونحطه على الرز بعد ما استوى، ونقعد نقلب فيهم ونسيبهم شوية مع بعض، يعني من 10 دقايق ل 12 دقيقة ل 15 دقيقة لربع ساعة. نقلب فيهم كويس، نكون محضرين السكر نص كوباية لكوباية الا ربع، يبقى مظبوط كوباية الا ربع السكر. نقعد نقلب فيهم كويس، نكون محضرين ايه بقى؟ معلقة نشا كبيرة على ربع كوباية مية، ونقلبهم، وكيس كريم شانتيه، وكل ده ونحطهم على الرز واللبن اللي احنا عاملينه، ونقلب كويس قوي عشان القوام هيبقى حلو قوي. نقلب كويس من اول غلوة، وبعدين خلاص كده اطفي عليه وصبيه بقى في البولات. هيبقى حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. هنسيبه بقى بعد ما نصبه في البولات نسيبه يبرد خالص، وهعيد وازيد واقول سيبيه يبرد خالص، يبقى ساقع، يعني خليه يبقى ساقع خالص. وبعد كده نحطه في التلاجة، وقبل ما نحطه في التلاجة نغطيه بالاسترتش، او نغطيه لو البولة ليها غطا يبقى احسن، مفيش يبقى بالاسترتش. بعد ما يبرد خالص، اوعي تحطيه وهو سخن الاسترتش، مش هيعملك الكرمشه الجميله دي ولا القوام الحلو الكريمي ده. بجد هيعجبكم، طعم حلو، شكله قبل ما تاكليه خطير. يا رب ان شاء الله يعجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله هيعجبكم. ما تنسوش اللايك. شايفين الكرمشه الجميله دي؟ بالهنا والشفا، مع السلامه.